حذر فزر، ايه اللي اخرني عليك؟ انت فعلا اتاخرتي ليه كده؟ اشتركت في نفس الجيم اللي انت مشترك فيه. اوكي حلو، بس ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ ده بعيد جدا عنك. مهم جدا ان الجيم يبقى جنب البيت. ده انا كان نفسي الاقي جيم جوه العماره. لا اكيد مش مهم المسافه بالنسبه لي، المهم ان هو عاجبك، لان انا بصراحه بثق في رايك جدا. هو مش موضوع عاجبني، موضوع ايه اللي مناسب ليكي. بغض النظر بقى انا يعجبني ايه ولا انا بتدرب فين، المهم اللي انت هتقدري تكملي فيه. لا عادي، انا المناسب ليا هو بالنسبه لي المناسب ليك، وبعدين انا بحس طالما الحاجه عاجباك يبقى انا بعمل اكيد حاجه صح. تمام، بس هو في صح وفي الاصح. المهم عامله ايه في شغلك؟ الشغل كويس. بقولك صحيح، في واحده صاحبتي عزمانه على فرحها، ايه رايك نروح؟ ما انا قايلك ان انا مرتبط بشغل ولازم اسافر ال3 اسابيع اللي جايين. عموما عادي روحي، انت ما تربطيش نفسك بيا، المهم ما تزعليش صاحبتك. لا لا لا، انا مش هروح لوحدي، اروح لوحدي اعمل ايه اصلا؟ وبعدين خلاص اللي يزعل يزعل، سيبك منها. سبتني منها. المهم تطلبي ايه؟ طيب انا هطلب زيك. زي ايه؟ ما تعملي سكان المنيو وتختاري. مش اول مره اقولك ما بحبش اطلب اكل واحس ان انت مش عايزه تاكليه. اطلبي حاجه انت نفسك فيه. يا سيدي حتى لو طلبت اكل مش عاجبني، ايه المشكله؟ مش اخر مره نطلب، انا عايزه اطلب زيك وخلاص. على فكره الاكل ما فيهوش زي وزيك، دي اذواق. خلاص بسيطه، اعتبرني طلبت نفس اللي انت هتطلبه. تمام مفيش مشكله. مع ان بصراحه الموضوع بقى اوفر جدا، انا احيانا بحس ان انا بكلم نفسي. انا مش فاهمه انت متعصب كده ليه، ولا ايه اللي مضايقك؟ هو حد يلاقي واحده عايزه طول الوقت ترضيه وتعمل كل حاجه هو عايزها؟ فين المشكله؟ المهم اخترتي السيراميك بتاع المطبخ؟ السيراميك؟ لا بصراحه مش عارفه، انا محتاره ما بين الاتنين اللي عاجبينك قوي، ما تختار اي واحد انت، قرر. وانا اقرر ليه؟ كل الستات بتحب ان البيت يبقى على ذوقها، خصوصا المطبخ، وبعدين انا اقرر لوحدي ازاي؟ ماشي يا سيدي، ما اختلفناش، قرر براحتك، واللي انت تختاره اكد لك ان هو عاجبني. ما تاخدي وتدي معايا كده في الكلام، حتى يا ستي لو هتختلفي معايا حسسيني ان انا مش قاعد مع نفسي. ايوه على فكره ده احترام مني ليك، انا طلعت في بيت شفت ابويا وامي بيتعاملوا كده، طول عمر ماما ما بتقولش لبابا غير حاضر وطيب ونعم، وانا بعمل معاك كده، فين المشكله؟ عادي على فكره، الاحترام ملوش اي علاقه بالاختلاف. ما ينفعش طول الوقت تقولي لي قرر انت اللي تشوفه انت، انا بحس ان انا عايزه اسمع رايك. طب بقول لك ايه، انا كنت بفكر ان احنا نسافر المانيا بعد الجواز، ايه رايك؟ عادي نسافر، ايه المشكله؟ لو انت حاسس ان احنا ممكن نسافر بعد الجواز نسافر. بالبساطه دي؟ طب انت ما فكرتيش ان انا ممكن اكون اتسرعت، باخد قرار غلط، ما حسبتهاش صح؟ مش حاسه ان انت المفروض تفكري في كل حاجه معايا وتديني رايك؟ لا طبعا انا واثقه في ارائك، وانا عارفه ان انت ما بتاخدش قرار غلط ولا عمرك بتتسرع. مفيش انسان واحد دايما صح، ومفيش حد ما بيغلطش. انت ليه مش قادره تستوعبي قصدي؟ انا مش فاهماك، يعني انا مطلوب مني ايه دلوقتي؟ الفكره ان انا اتجوزت علشان الاقي انسانه بتاخد وتدي معايا في الكلام، يكون ليها فكر ورأي وشخصية وأيديولوجية. انت فين رأيك؟ فين تفكيرك؟ فين قناعاتك؟ فين المبادئ اللي انت مؤمنة بيها؟ انا بحس طول الوقت ان انا بتكلم مع نفسي بس. الراجل السوي لما بيتجوز بيدور على انسانة تقف وتقول له انت غلط طالما بيعمل حاجة مش صح، وتقف جنبه وتوجهه وتساعده ان هو يبقى انسان احسن، افضل نسخة منه. الجواز بالنسبة لي يعني ارتباط بانسانة مختلفة، ليها كيانها وفكرها وقناعاتها. على فكره هو الغلط مش من عندي انا طول الوقت اقنعوني ان هي دي المعامله الصح لو انا عايزه احافظ على الراجل اللي معايا. انا بدور على انسانه توجه فكري وعقلي، وتملى قلبي وتحرك مشاعري، وتقف جنبي في كل مشوار الحياه، مش تبقى نسخه مكرره مني. فهماك اه،